لو عايزين تاكلوا حاجة حلوة ومش مكلفة خليكم معايا لآخر الفيديو. هنعمل النهاردة حاجة اقتصادية سهلة خالص وبسيطة. هنعمل جاتوه ملفيه بطريقة سهلة وبسيطة، ومكونين اتنين موجودين عندنا في البيت. هنعمل العظمة دي. يلا بينا نشوف هنعمل الجاتوه ده ازاي. معايا ورقة جلاش هبتدي افردها. هاخد منها ورقة ورقة، هاخد اول ورقة وبعد كده الفها تاني عشان ما تنشفش. والورقة اللي خدتها هبتدي اجيب زيت وارش عليها كده وافردها وادهنها كلها. وممكن طبعا ندهن سمنة زي ما تحبوا. بدهنها كويس بالزيت وبعدين اجيب سكر بودر وارش عليها كلها. وهجيب ورقة تاني وبنفس الطريقة اللي عملناها في الاول هنعملها كمان. هكمل بنفس الطريقة كده لحد ما اكمل 4 طبقات. طب انت بتعملي كده ليه؟ بتحطي زيت وسكر عشان ايه؟ هقول لكم عشان ايه. عشان طبقات الجلاش لما بحط زيت واحط سكر ناعم، لما تدخل الفرن بتسيح، السكر بيسيح وطبقات الجلاش بتمسك في بعض. ما تبقاش متفرغة، بتديني طبقات كده زي طبقات الملفي. دي اللي هنعمل بيها الجاتو. فبكمل 4 طبقات وفي اخر طبقة ما بحطش ولا زيت ولا سكر. وابتدي اظبطها، اقطعها. لو الحيفان بتاعتها مش مظبوطة بظبطها وهبتدي اقطعها على 4 طبقات بالشكل ده. هقطعها بالشكل ده بالطول وبالعرض على قد قطع الجاتو. وبعدين احطها في صينية وادخلها الفرن. ونخلي بالنا مش بتاخد وقت طويل في الفرن وبيبقى لونها ذهبي فاتح. ما نغمقهاش عشان ما تبقاش ممررة معانا. وهخلص كل الكمية بالشكل ده واخبزها واوريها لكم. هنحضر كريم شانتيه. معايا كريم شانتيه خام بدون سكر. بضيف كوباية عليها كوباية مية و3 معالق كبار سكر ومعلقة نسكافيه. لو مش حابين تحطوا نسكافيه ممكن تستغنوا عنه، بس النسكافيه بيدي نكهة حلوة للكريم شانتيه. بضيفهم واقلبهم كويس لحد ما السكر والنسكافيه يدوبوا مع بعض. وبعدين اضيفهم على الكريم شانتيه واحركهم الاول قبل ما اشغل المضرب عشان ما يطرش في وشنا. هضربهم مدة لا تقل عن 10 دقايق عشان قوامهم يتقل ويوصل النتيجة تبقى بالشكل ده. يبقى كوباية الكريم شانتيه معايا تاخد كوباية مية و3 معالق سكر. وكده تبقى مظبوطة 100%. ودي طبقات الملفي اللي عملناها، طلعت معايا بالشكل الحلو ده. هبتدي بقى ازينها. بجيب لو ما عندناش كيس حلوانة هنجيب كيس تلاجة عادي، بحط فيه الكريم شانتيه اللي احنا عملناه. وهقطع الكيس من تحت حتة صغيرة كده على قد ما تنزل معايا الكريم شانتيه. وهبتدي اجيب طبقة من الملفي واوزع عليها كريم الشانتيه بالطريقة دي كده. واحط طبقة كمان. يعني طبقة الملفي القطعة عندنا هتبقى 3 طبقات. الطبقة الأخيرة مش بنحط عليها حاجة، بنحط على الطبقتين الأولانيين والطبقة التالتة بنسيبها كده. هوريكم كمان. بجيب أول طبقة أوزع عليها الكريم شانتيه كده، وبعد كده أجيب الطبقة التانية أوزع عليها كريم شانتيه، والطبقة التالتة مش هحط عليها حاجة. هقول لكم هنعمل بعد ما خلصنا قطع الجاتوه حطينا فيها الكريمة. بجيب صوص فراولة، وممكن لو عندنا صوص شوكولاتة نحط صوص شوكولاتة. هحط فيه كمية احط عليها صوص فراولة وكمية احط عليها سكر بودر. هجيب باقي القطع واحط عليهم سكر بودر، ارش عليهم سكر بودر من فوق بالشكل ده. ولو عايزين تعملوهم كلهم بالسكر البودر بتبقى طعمها حلو جدا.
هجيب بقى الكريم شانتيه اللي فاض معايا واعمل روزيتات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعدين احط عليهم كمان شوكليت شيبس، وازينهم كلهم كده. ومعايا اخر حاجة بقى سيحت شوية شوكولاتة خام، وهعمل خطوط على قطعة الجاتو عشان تديني شكل حلو، مش هسيبهم كده سادة. بزينهم كلهم بنفس الطريقة دي، وهوريهم لكم في الاخر. وبكده وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. ودي وصفتنا النهاردة، وصفة حلوة ولذيذة بجد. لو جربتوها هتعجبكم جدا، لانها طعمها حلو قوي. القرمشة بتاعت قطع الملفي مع الكريم شانتيه طعمه حلو جدا جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير واشتراك في القناة، فعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، شيروا الفيديو لاصحابكم عشان يوصل لعدد كتير من الناس. علقوا ولو بكلمة واحدة عشان الفيديو يوصل للكل.